كأوراق الخريف إدارة الهلال تتساقط. العروبة يكتب عهدا جديدا للهلال. من يجلس على عرش الهلال الساخن؟ كل هذا وذاك في برنامج مع الهلال من منبر الهلال. حياكم الله، محدثكم فايز الغامدي. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير وحياكم معنا في برنامج مع الهلال. يتجدد اللقاء بكم هذه الليلة لنتابع آخر المستجدات في البيت الهلالي. يشرفنا اليوم نتواصلكم معنا عبر هاشتاج مع _ الهلال، وعلى جوال رقم 053 04 87 622 053 04 87 622. اليوم تساقطت أوراق شجرة الهلال. الإدارة وأعضائها يقدمون استقالتهم واحدا تلو الآخر. جاء خريف الهلال ليعود ربيعا يانعا، ويطول ربيعه كما تعودنا إن شاء الله. مستمعين الكرام، الهلال يمر بأزمة ثقة ما بين أعضاء الشرف وما بين اللاعبين وما بين الجماهير. فيا جماهير الهلال، فريقكم يحتاج إلى وقفة كبيرة، يحتاج إلى الأمة الهلالية لتقف خلفه في المدرج الهلالي. يا جمهور الهلال، لا يغرنكم الناعقين، وكونوا معنا على تواصل دائم إن شاء الله عبر برنامج مع الهلال. سنعود وإياكم إن شاء الله في مداخلة مع الإعلام الكبير فهد الروقي. انتظرونا بعد الفاصل. مستمعينا الكرام، معنا للحديث عن البيت الهلالي وعن الشأن الهلالي وآخر المستجدات في البيت الهلالي الأستاذ والإعلام الكبير فهد الروقي. حياك الله أبو عمر معنا عبر برنامج مع الهلال من منبر الهلال. مرحبا فيك ورحمة المستمعين والمستمعات. الله يسلمك أبو عمر. أبو عمر، سؤال صريح ومباشر، إيش اللي قاعد يصير في الهلال؟ والله لقد سألت حين سألت عن عظيم. الله يعين. شوف، من الصعوبة في عمل مجموعة، يعني عمل أول شيء على مدى سنوات وبعدين يشارك فيه يمكن ملايين من البشر، اللي هو جمهور، إعلام، أعضاء شرف، إدارة، لاعبين، مدربين، أجهزة فنية، طبية. انك تستطيع ان تحلل الوضع بمجموعه كلمات، تقول انه الوضع فيه كذا وحله كذا. صحيح. تقدر تختصرها بكلمتين: الهلاليين كانوا على قلب واحد، الان صارت قلوبهم شتى. السبب يا ابو عمر؟
الحقيقة أنه لا يوجد سبب. يبدو أن الهلاليين من البدخ اللي طالهم أنه يعني ما وجدوا إلا أنه يبحثون عن مشاكل. الموضوع ما كان، خلينا ناخذها النقطة من البداية، الموضوع ما كان فيه ما يستدعي حالة الغضب الكبيرة. أوكي، كان فيه أخطاء من أعضاء شرف هلاليين، وكان الحل اللي كانوا يعملونه الهلاليين سابقا وكان على قلب واحد أنه تحل هذه الأمور داخل البيت الهلالي. كان في أخطاء إدارية من الرئيس، من نائبة، من أعضاء مجلس الإدارة، من المركز الإعلامي، كان في أخطاء كانت تحل هذه الأخطاء داخل البيت الهلالي. كان الهلالي يبحث عن حل المشكلة وليس يبحث عن استعراض المشكلة. هنا فرق في الطرح، تختلف لغته، تختلف أدواته، تختلف أشياء كثيرة جدا. في أخطاء من الأجهزة الفنية وكانت تحل أيضا بطريقة الطريقة الهلالية اللي كانت الكل يحسد الهلال عليها. كان في أخطاء من اللاعبين. كل هذه الأشياء موجودة في تاريخ الهلال، يعني لم يكن الحالة اللي موجودة الآن في الهلال شيء جديد أو شيء غريب على الهلال، بل أنه مرت حالات فنية الهلال كان أسوأ من الحالة الحالية. يعني كان يعني في مراحل سنوات يمكن بعضها مو طويل انه وصل الهلال لأندية الوسط ما بين الخامسة والسادسة. الهلال ممكن جاء في فترة من الفترات صار يخسر بالخامسة، مع ذلك كانت الحلول ما تتم بهذه الطريقة. يعني ما كانت تستدعي كل هذا. حالة الغضب اللي وجدت في الهلال في الفترة الأخيرة اوكي يعني منطقية لحد، لكن هو حالة الغضب منطقية، لكن الطروحات والحلول ما كانت منطقية. اللغة اللي استخدمت ما كانت منطقية بشكل كبير. الحلول يعني تعرف كم هائل تراكم على الهلاليين حتى وصلت الأمور إلى، يعني خلينا نأخذها نقطة. بداية قلت لك إنه في أخطاء هلالية حدثت من بعض رجالات الهلال من بعض أعضاء الشرف، لكن ليس الهلاليين من يكرهون رجال الهلال في الهلال. صار في حملات ضد هؤلاء أعضاء الشرف، وصار حتى مجرد انه شخص ممكن يدافع عنهم اعلان او مش يدافع، انه يقول يا جماعه الخير اللي قاعد يصير في الهلال مو كويس، الثقافه الهلاليه اللي بدات تتحول ترى مو كويس. كان يتهم ايضا في ذمته. يعني لم يكفي الهلاليين انه يعني في بعض المعرفات، وهذه مشكله خطيره جدا. النقطه الثانيه، الاداره الهلاليه برئاسه رئيس النادي ومجموعه اللي معه فعلا وقعوا في اخطاء، وبعض الاخطاء غير مبرره، لكن الحلول ما كانت بهذه الطريقة. لما يعني قبل نهائي آسيا، اليوم اللي لعب في نهائي دوري أبطال آسيا، لو تحققت البطولة كان حتكون هذه المجموعة من أفضل المجموعات اللي مرت في تاريخ الهلال. إذا خسارة مباراة عشان تحكم على شيء، لا تحكم على، يعني أنا لا يمكن أجي أحملك مسؤولية الفشل لأنه في مذيع زميل آخر لك في برنامج آخر كان ما يؤدي، أو أحد موجود في نفس القناة. يعني ممكن أجي أقلل من قيمة برنامج لأنه في القناة يشتغل فلان. يعني في معايير لابد أن تكون دقيقة في الحكم. حالة الغضب الهلالية هذه استثمرت للأسف الشديد من غير هلاليين، من هلاليين مندفعين وعاطفيين بطريقة أبعدت الهلال عن نهجه اللي عرف عنه. يعني كانت الأمور تستطيع أن تحل بطريقتها، يعني بطريقة أقل أضرار. يعني اللي قاعدة تعمل الآن الهلاليين هي سياسة الأرض المحروقة. صحيح. يعني نفس كل شيء. طيب عضو شرف مثلا داعم في تاريخ الهلال أخطأ، هل أنسب كل هذا التاريخ؟ طالب بإبعاده وشوه رئيس أخطأ في أي قرار من القرارات، قد تكون أخطاء تراكمية، هل أنسب كل ما قدم الرجل؟ ما كانت سياسة الهلال هذه الطريقة، ما كان الهلاليين بهذه الطريقة. من خدم الهلال حتى لدرجة أنه لعيبة الهلال بعضهم من 30 سنة مثل ريفيلينو ومثل روني ما زالوا يثنون على الهلال والهلاليين، لأنه مع أنه بعضهم خرج غير مرغوب فيه لمستواه، لكن الهلاليين عندما لم يستطع يقدم ما يستطيع تقديمه أو المطلوب منه شكروا على ما قدم وتخلوا عن خدماته. اللي كان هذا السياسة اللي المفروض انها تتم يستمر نفس النهج. نعم. اما اصلاح الخلل بطريقة او باخرى، او انه على الاقل لا ينسب كل ما قدم الناس وكل ما قدم رجال الهلال من اجل خطأ او مجموعة اخطاء.
طيب أبو عمر، أنت ذكرت غير الهلاليين، بصراحة هل ترى أن البيت الهلالي مخترق؟ شوف، مسألة هذه من ضمن المآخذ اللي الانساق خلفها الهلاليين في فترة من الفترات. كان الهلاليين يحدث بعض المشاكل، فكان الهلاليين أول رأب من يصدع هذا، يعني من يرأب هذا الصدع الهلاليين أنفسهم. ما يحدث مو صحيح. مسألة الاختراق هذه مسألة وهمية، مش صحيحة بالدرجة الكبيرة. أي موضوع في العالم يعني ممكن صارت بعض المواقف، نعم ممكن شخص بطريقة ما، يعني ممكن حتى بسائق عند عضو شرف هلال انه يغرم يصور له صورة. صحيح. طيب، لكن اغلب القضايا كانت اطراف متعددة. لما تصل مثلا مسألة لاعب معين، انت عندك النادي، عندك لجنة الاحتراف، عندك اللاعب ووكيله، عندك النادي الاخر المنافس، يعني في اطراف عندنا. لما تخرج مش شرط خارجة من الهلال. نعم. وهذه نقطة غير، يعني غيرها الناس لازم تستوجب. يعني الناس في اشياء كذا تفهمها بالعقل. انا كرئيس نادي او عضو مجلس اداره قاعد ندفع ملايين عشان نجاح الفريق، نخرب على انفسنا. يعني الخراب اللي قاعد يدعى هذا اول المتضررين فيه. انا ما اتكلم عن الاداره الحاليه، انا اتكلم انه هذا الشيء لازم يوقف، لانه ممكن يستمر حتى الادارات اللي بعده. صحيح. لما اذا استمرت هذه الثقافه هي اللي تضر، مش عشان الرئاسه الاداره الحاليه. الاداره الحاليه رحلت الله، يعني يشكرون على ما قدموا وخلاص انتهى بخيرهم وشرهم. لكن هل هذا نستمر بنفس الوضع؟ كل ما انخفض مستوى الفريق وخسر بطولات، حنمارس نفس الدور اللي مورس في هذه الفتره. ثم ما الصالح اللي استفادها الهلال من هذه؟ الان انتهت زوبعات حاله الغضب. خلينا نقيس لك حاله الغضب. بدات باعضاء شرف واستبعدوا وابعدوا، بعضهم خرج من الساحه بما فيهم رئيس هيئه اعضاء شرف اللي هو كبير الهلالي الميرا بندر محمد، الرجل اللي له سنوات طويله خدم الهلال. اخطا مره او مرتين او اخطا ان شاء الله 20 مره. برضو الاخطاء يجب معالجتها، ما تتم بالطريقه اللي تم. الرجل اعلن استقالته نهايه الموسم حيمشي. وفي كثير من اعضاء الشرف سمعنا، يعني بعضهم ما اعلن، لكن بحكم معرفتي انه في كثير من اعضاء الشرف يعني خلاص غادر الوسط الرياضي. الهلال كان وسط جاهز، كان الرجال تتعافت عليه، لانه في ميزه ما هي موجوده في كل الانديه، انه الرجال يقدرون، انهم يعاملون بمحبه حتى بعد ان يغادروا الكراسي او بعد ما يغادروا المناصب او بعد اي شيء. ثم خلص من اعضاء شرف بداوا، يعني جت الدور على الاداره. فرغ النادي الان تماما اداريا، استقالت الاداره واعضاء مجلس الاداره رفضوا البقاء. ثم ماذا؟ مشى المدرب، في حالة غضب على مشى المدرب بكل مساعديه. اعتقد مساعديه رفضوا البقاء على هالجو المتكهرب، على هالجو المحتقن. ثم بقي الهلال الان لاعب، لم يبقى من يعني هل تتواصل تستمر حالة الغضب تشمل اللاعبين برضه؟ لأنه لاحظت من بعد ما انتهى كل شيء قبل مباراة العروبة بدأت حرب هلالية على نواف العابد كضرب مثال. نواف أخطأ، وليس أول لاعب في تاريخ الهلال يخطئ، وليس أول مرة نواف يخطئ بهذا الأخطاء سواء باللبس. لكن هل معالجته نمت المعالجة؟ أكثر لاعب مر في تاريخ الهلال عرف عنه عدم الانضباطية كان خالد عزيز. صحيح. لكنه بقي في الهلال حدود 10 سنوات. صحيح. وقف مع يعني عمليات احتواء كبيرة من كل رجال الهلال، من إعلام الهلال ومن جمهور الهلال، دعم له حتى وصل إلى مرحلة خلاص أساسا تجاوز ال30. صحيح. طيب أبو عمر، ما بعد ال30 إصلاح. نواف العابد فيه إصلاح كبير ولاعب من خيرة اللاعبين. بالعكس أنا يقول له مدرب أجنبي لم يدرب الهلال، ما كان مدرب في الهلال. قال لي من خلال كان عمل في المنطقة كثيرة وموجود في أحد الدول الخليجية، يقول لي لم تنتج الكرة الخليجية لاعب بمواصفات نواف العابد. قلت له حتى عموري، قال حتى. لكن لاعب برضه في مقتبل العمر يخطئ، يجب على الهلاليين أن يقفوا معه يدعموه. إن أخطأ يتم المحاسبة داخل البيت الهلالي. يعني لا يتوقعون، يعني وصلت المرحلة إنه كأنه الهلال يعني الموجودين في الهلال راضين في اللي يصير من أخطاء. في معاملات، في أخطاء، في محاولات علاج هذه المشكلة. الآن بقي الهلال يستوعب وش الإعلام وجمهور الهلال. أنا قاعد أتكلم بصراحة. بقي هذا اللاعب إن أرادوا إكمال سياسة الأرض المحروقة ينهوا كل شيء، ينهوا شيء اسمه الهلال. هذا شو أنت شايف وضعك؟ خسرت من العروبة، الهلال خسر من العروبة. هذه كارثة لو تستمع، لكن مش مبرراتها.
حالة الغضب اللي كانوا الهلال فيها. الهلال من استلم سامي الجابر الى مشريقي نافس على كل البطولات اللي شارك فيها. صح. اخر مدربين فقط. لا يعني البطولة الوحيدة اللي خرج فيها مبكر من دور الثمانية وخرج من الشباب بمباراة كان الهلال افضل بمراحل من الشباب، كرة ثابتة اخطا فيها مدافع او لاعب خلفي في الهلال نتج عنها الخروج من البطولة. بقية البطولات الهلال نافس فيها كلها. نافس عليها كلها، بمعنى انه الفريق انت ما زال عندك فريق، عندك اللعيبة الافضل المحليين وعلى الاجانب، وانت عارف كيف صارت الضجة الكبيرة من يرحل من الرباعي العجلي، معناه انه في كان اتفاق كبير على ان الرباعي كان مميز. في كل الاحوال انت عندك اخطاء، بس مو بهذه طريقة الحل. طريقة الغضب وتفريغ شحنات الغضب واللغة الاحتقان والشدة، هذه مين؟ المواقف تتطلب عقل، رزانة، هدوء. الان امام الهلال، وهذه نقطة لازم يستوعبها الجمهور الهلال. والهلاليين كانوا يقولوا الهلال، وكان قالوا لي يعني هذا سالفة بحكيها له. عندي زميل اعلامي خليجي من كبار الاعلاميين الخليجيين، الرجل المشهود لهم بالكفاءة والقدرة والى اخره. كنت اتحدث معه قبل فترة من الفترات، حديث اخر، قال لي في فريقين على مستوى العالم لا تقول انك قتلته الين تدفنه. قلت له منهم؟ قال ريال مدريد على مستوى العالم والهلال على مستوى العالم. هذول الفريقين لا يسقطون نهائيا. مجرد ما تقول هذا الفريق انتهى وسقط تتفاجأ بانه نهض باسرع ما تتوقع. هذه تاريخ الهلال، انه الهلال سريع النهوض بعد سقوطه، لكن ما اتوقع انها تكون في هذا السقوط. صحيح. الوضع مرعب، من يشاهد المنظر الهلالي من الداخل مرعب. الهلال كان يسقط وينهض سريعا لانه كانوا كلهم على قلب رجال واحد. اعلام، جمهور، اداره، اعضاء شرف، الجميع كان يسعى للهلال. الان لا اتوقع انه ينهض سريع، لا اتوقع نهائيا النهوض السريع. ممكن ينهض وهذا ما نتمناه ان شاء الله، هذا اللي ندعو الله لا، لكن ما اتوقع انه الى الان ما استوعب الهلاليين الخطر اللي قاعدين يسووه. الخطر من الجميع، من الجميع، اعلام، جمهور، اعضاء شرف، اداره، لاعبين، الاخطاء واقعه من الجميع. وصل الحاله اللي وصل عليها الحال الهلالي الكل يتفق عليه، الكل شارك فيه. وعمليه الانقاذ والنهوض تبدا من الجميع. يجب على المشجع الهلالي ان يقف الان داعم للفريق، يشحذ الهمم، يرفع من الروح المعنويه حتى الفريق يتجاوز هذه المرحله الحرجه. يجب على الاعلام الهلالي ان يعمل بنفس هذا الفكر، ان يحاول يعني احيانا الشيء الخطا، يعني الشيء الصح في التوقيت الخطا خطا، صنف عنه خطا. صحيح. يعني لا احد يجي في حفل الزواج ويتكلم عن كروبات الموت والحشر. صحيح. هو شيء صح بس انه توقيته غلط. المكان مش ولا مناسب. حد يجي في عزاء ويدعي الموجودين الى حفل الزواج بعد بكره. صحيح. هو شيء زواج محل شرعا، بس التوقيت خطا او المكان خطا. الان خلاص مو بوقته، مو بوقت انك كل شيء تمسك فيه، كل شيء تنتقده. الان وقت الدعم، وقت الدعم. احنا تربينا والجميع انه الصديق وقت الضيق. صحيح. اي واحد فينا اذا كان معاه شله صديق سنوات طويله من عمره، وقت ما تكون انت قوي، شاب قوي بصحتك مالك، يكون معك صديقك، بس مجرد ما تمرض يصيبك مرض يتخلى عنك، اذا هذا ما يكون صديق. هذا اخطر من العدو، لانك انت يعني واضع في بالك في يوم من الايام انت لو سقطت هذا صديقك يسقط معك. الان الهلاليين يجب انه يتعاملوا مع ناديهم على انه صديق، وهذا وقت الضيق يجب ان يوقفوا معه. ان لم يستوعبوا مثل هذا الامر فسيبقى الحال على ما هو، سياسه الارض المحروقه حتى ينتهي كل شيء. حتى يعني تبدا عمليه كان في انديه كان عندها القدره الماليه، لكن كانت عندما تدخل في صراع مع اي لاعب مع نادي اخر، اللاعب يفضل النادي الاخر ما يفضل هذاك النادي لانه بيئته طارده. الهلاليين لا يجعلون من ناديهم الان بيئه طارده.
نفر كثير من اعضاء الشرف، نفرت الاداره، الان لا ينفرون اللاعبين، بقي اللاعبين. صحيح. طيب ابو عمر، انت ما شاء الله عليك ضميت اكثر الاسئله اللي كنت بسالك فيها. الهلال وجمهور الهلالي جمهور قوي، واكبر دليل الاسبوع الماضي موقع تويتر وضع صورة الجمهور الهلالي والتيفو الهلالي خلفية لحسابه بتويتر. لعل الجمهور الهلالي أو بعض الجمهور الهلالي لا يعي القوة التي يعني يمتلكها. بعض الجمهور الهلالي نلاحظ ويلاحظ الهلاليين يتأثر بالإعلام المضاد للهلال، فكلمة بسيطة تقولها لهم. شوف الجمهور الهلالي سيل، من أراد أن يتحداه أغرقه. نعم. ومن أراد أن يستفيد منه أنبتنا الأرض خضراء. نعم. يجب أن يعي هذا السيل أنه هذا دورك الآن. الدعم ولو بالصمت. تشوف أخطاء لكن أنت في مرحلة تجاوز. سيد القوم المتغابي. أحيانا من الخطأ أن تركز على كل خطأ. الآن في مرحلة لا يوجد رئيسية أعضاء شرف ولا مجلس شرفي، لا يوجد مجلس إدارة ولا رئيس، لا يوجد مدرب. الهلاليين في عملية بحث مستمرة الآن عن إدارة أزمات يسمونها إدارة إنقاذ تكمل إلى نهاية الموسم. هذه الإدارة أيا كان أسمائها يجب أن يقف الهلال معها حتى ينتهي الموسم، لأنه لا يوجد شخص لديه الرغبة أنه يمسك فريق في وسط موسم وسط هذا الأجواء المحتقنة. ما يمدي يسوي أي رئيس الآن بيجي ما يمدي، ليس بيده أي شيء. يعني الأدوات اللي بدأ قليلة جدا. بالكاد يستطيع أن يحضر مدرب كويس إذا كانت الأمور متوافقة معه، إنه يلقى مدرب زي رينار هذا الفرنسي، لأنه انتهى عقده مع الكوت ديفوار. لكن أغلب المدربين الشريحة العظمى من المدربين على مستوى العالم الجيدين غير متاحين. واي مدرب محترم من نفسه يجي في وسط موسم يقول لك لا تطالب بالبطوله. هذه يعني تجارب كثيره اعرف. انا اعد للموسم القادم واحاول اصلاح ما يمكن اصلاحه. فاي شخص بيمسك الهلال كرئيس يعرف المعضلات اللي موجوده الان، خصوصا ان الاوضاع محتقنه، يعني ما في مجال انك قاعد. الفريق كان يحتاج هدوء فقط. بعد نهائي اسيا من الطبيعي الفريق يعمل نقل. اي فريق يشارك يوصل نهائي اسيا حيصير نقل. اللي قاعد تشوفونه في سيدني النقل ايش قاعد يصير فيه؟ لابد انه يصير نقل. صح. هبط للدرجه الثانيه. لا ما في، ما عندنا هذا الدرجه الثانيه. احنا دورينا ما في هبوط، لكنه في ترتيب سيء جدا، وهو بطل اسيا ومشارك عالمي على قولتهم. صحيح. الكذوب اللي عند الهلال بتتنفذ. صحيح. الان هذا الدروب هو اللي حصل في الهلال. اللي زاد على مستوى الهلال انه لعيبته 8 راحوا كاس الخليج في ظرف 12 يوم 14 يوم، لعبوا 5 مباريات، رجعوا منهكين يومين او 3 وشاركوا محليا. راحوا لاسيا فتره طويله، تغير النهج التدريبي، تغيرت الاحمال، تغير في اشياء كثيره. كان الهلال فقط يحتاج الى هدوء، لم يعطى هذا الهدوء، لم يعطى الهدوء من الهلاليين كلهم. صحيح. لم يسمح للهلال ان يمارس الهدوء. واكذوبه المنتخب هلالي يا ابو عمر. هذه من ضمن الاشياء اللي الهلال يعني انت توصل الى مرحله وظلم ذوي القربى اشد مضاضه على المرء وقع الحسام المهند. انت كان الهلاليين كانوا يتهمون بهذا الشيء، ومن المشاركه مع لا يوجد نادي يتمنى انه لعيبته يروحون بالمنتخب. لا يوجد. كرغبه ما يوجد، لكن عندما يطلب ينفذ المدار الماضي. لكن كرغبه ما في، حتى اللاعبين انفسهم. ماديا الجلوس مع النادي افضل. مشاركات هذه زياده على الارهاق الكبير اللي حيتعرضون له. فوق كذا حيرجعون محبطين وهاجمين والساحه كلها تهاجمهم، وانت شايف كل بطوله يخرج المنتخب منها يحمل لعيبه الهلال، ثم يجون الهلاليين يحملون لعيبه الهلال فوق طاقتهم في الهلال. اللعيبه بشر، الاداره بشر، اعضاء الشرف بشر. انا ما اقول انهم الجمهور والاعلام هو السبب، لا، انا اقول هذا اكتملت المنظومه بهذا الشيء. فيه اخطاء من الاداره، في اخطاء من اعضاء الشرف، في اخطاء من الجهاز التدريبي، في اخطاء من اللاعبين، بس وفي غضب منطقي من الجمهور او عدم رضا. كان المفروض انها توصل الى حاله عدم الرضا.
ممكن اقاطع المدرج في فتره من الفترات، ممكن اطرح واطالب اللاعبين، يعني في كانت حلول، ممكن حتى اطالب باقاله الاداره لكن باسلوب عدم الاساءه والتجريح والتشويه اللي كانت تحصل من المنافسين. انا اطالب برحيل رئيس النادي، لكن اطالب بالاصلاح لان اشوف انه خطا، ما طالب عشان اعبر عن حاله الغضب اللي موجوده فيه. ولغه اللغه فارقه بين الحالتين. انت ممكن تقول شخص معلومتك مغلوطه وغير صحيحه، وممكن تقول له انت كذاب. في الحالتين انت كذاب، تعتبر تشويه واساءه وحيتنرفز منها. صحيح. فتخرج الامور عن السيطره. لكن لو قلت له معلومتك غير صحيحه وغير دقيقه ومغلوطه، وقعها اقل على الناس. صحيح. في حاله الغضب افرزت تشويه. استغل حتى في مواقع التواصل المعلوميه. ترى في يعني في معرفات بالهبل، في حقائق موجوده عندي ما ابغى اتكلم فيها. في معرفات بالهبل تدار من اماكن معينه، نعم، باسماء هلاليه وليست هلاليه. صحيح. من يريد ان يتاكد يبحث عن شيء اسمه المعذر. شو اسمها ايش؟ المعذر حي من احياء الرياض يخرج من احد اماكنها اكثر من 2000 معرف باسماء غير هلاليه من جهاز واحد. من حي المعذر. من مكان واحد. من مكان واحد بحي المعذر. نعم. اكثر من 2000 معرف باسماء هلاليه وكلها تهاجم الهلال، اداره ولاعبين وعشرات. انساقت، صارت زرعت بذره هذه الفتنه بين الهلاليين حتى تكبر الفتنه، فينمون المعرفات هذه. يجب على الهلاليين يستوعبوا هذا الدرس. يجب على الهلاليين الان انه يوقف مع الاداره اللي ما ندري من اللي بيمسكها، الاداره المؤقته، اداره الازمات. خلى الهلال يوصل الى شط الامان نهايه الموسم، وبعد لكل حادث حديث يتم عقد جمعيه عموميه، يتم عقد انتخابات، يترشح الرجل الافضل، ويبدا العمل والترتيب والتنظيم من جديد. انت الان ازمه يجب ان تتعامل معها بالخروج باقل الخسائر. خسرت ما فيه الكفايه. صحيح. للعوده لجاده الصواب يجب على الجميع انه يراجع نفسه، يراجع ما فعل. انا ما اتكلم اعلام الجمهور ماشي للجميع، جزء، لكنه جزء مؤثر. صحيح. الهلال لو حضر نصف جمهوره اكثر من بقيه جماهير الانديه، اكثر من كل يعني نصف جمهور الهلال اكثر من جمهور النصر، نصف جمهور الهلال اكثر من جمهور الاتحاد، نصف جمهور الهلال اكثر من جمهور الاهلي. صحيح. جمهور الهلال كله اكثر من جماهير هذه الانديه جميعا مجتمعه. نتكلم عن جمهور الهلال، نتكلم على الشريحه العظمى في كره القدم. نتكلم عن الهلال، نتكلم على شيء اخر مش موجود، لا يمكن مقارنته بالانديه الاخرى. نتكلم عن الهلال، نتكلم على ثقافه الهلال. ثقافه الهلال تقول من تاريخ الهلال الى اليوم ان شاء الله ما تتغير. ثقافه الهلال تقول كل من خدم الهلال وقدم له ولو الجهد اليسير يشكر على ما قدم ومع السلامه. لا يضر. اذا الهلاليين تسامحوا حتى مع خصوم منافسين، فما يتسامحون مع من. انت لما تشوف الفتره الماضيه اخر 3 شهور تشاهد الهلاليين تعاملوا مع الهلاليين كانهم اعداء. لغه الخطاب لغه كانك تتكلم مع خصمك، مش تتكلم مع هلالي اخر. صحيح. هذا الهلاليين استوعبوا الدرس جيدا، يهدوا ويوفر لفريقه من الهدوء فقط. الهلال في هذه الفترة يحتاج الهدوء. أعتقد أنه مطلب مو كبير جدا، وأعتقد أن اللي يطالب بهذا المطلب مش مطلب. صحيح. المطالب يعني على الهلاليين جميعا أن يوفر لفريقه من خلال هذه الفترة الهدوء. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما كسبت. الهدوء شيء بسيط جدا، لكنه يحتاج إلى أشياء عشان توفره. أول هذه الأشياء يعني عدم الضغط على الفريق في كل شيء. اللاعبين بشر، أخطأوا في بعض المباريات ما فيهم روح، في تكاسل، في أشياء كثيرة، لكن لا ننسفهم. الهلال عنده مواهب مش موجودة في أي نادي آخر. الهلال الأفضل فريق عناصريا محلية وأجنبية. صحيح. لكن الأفضلية دائما على الإطلاق تحتاج إلى عمل حتى توصل لها. الأفضلية الفردية يعني بعضهم يقول طيب الهلال الأفضل مستوى محليا وأجانب، ليش مو قاعد يفوز بالبطولات؟ مو صحيح، يعني مش ضد الضرورة إنك تفوز. لو كان هذا الأمر في فرق يعني
يعني نضرب لك مثال، برشلونه هذا النادي العظيم حاليا مع اني مدريدي يعني، مش كل اللعيبه اللي فيه افضل لعيبه في مراكزهم في العالم، مع ذلك هو حاليا من افضل فرق العالم. صحيح. بس مش كل اللعيبه اللي فيه كل واحد منهم هم النخبه، يعني تقول جيب لي افضل لعيبه في العالم حتجيب برشلونه، لا مو صحيح. في لعيبه في انديه اخرى افضل من لعيبه برشلونه. هي المنظومه الكامله اذا اكتملت تصبح يعني الافضليه تطلع من خلالها. الان بلا رئيس، بلا مدرب، بلا اعضاء شرف، حافظوا على ما بقي من الهلال حتى يعيد تكوينه وينهض من جديد. هذا اقل ما يمكن يقال. الله يعطيك العافيه ابو عمر، حياك الله. شرفتنا في برنامج مع الهلال. شكرا لك الاعلامي الكبير حياك فهد الروقي. حياك الله. الله يعطيك العافيه، مع السلامه. يا جمهور الهلال، سمعتم ما قال الاعلامي الكبير فهد الروقي: وظلم ذوي القربى اشد مضاضة، وظلم ذوي القربى اشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. خلوكم مع ناديكم، اوقفوا مع لاعبينكم. كل شيء صار بعد ما طلبتم كل شيء، هذا كل شيء تنفذ. بقي الوقفة الآن، والوقفة مع الكيان. ولا تنسون كلمة أبو عمر: حي المعذر في الرياض تدار فيه أكثر من 2000 معرف. انتبهوا يا هوامير تويتر. فاصل راجعين لكم إن شاء الله. مستمعينا الكرام، رجعنا لكم مرة ثانية من برنامج مع الهلال. تواصلوا معنا عبر هاشتاج مع _ الهلال، وعلى جوال رقم 053-04-876-22 053-04-876-22. خلونا الآن ناخذ بعض التغريدات عشان اللي شاركونا في الهاشتاج. معانا شريف المالكي يقول: قسينا على الرئيس أبو فيصل، ليس كرها فيه ولكنه حبا للكيان. نعم كنا قاسين جدا عليك، ولكننا نحب الهلال بقدر حبك له، فسامحنا يا أبا فيصل. أخونا عبد الله العلوي يسأل يقول: أين أعضاء الشرف الذين اجتمعوا لإقالة سامي الجابر؟ خلاص انتهى الموضوع أخوي عبد الله. كذلك لابد من الوقوف مع الإدارة المؤقتة سواء جماهير أو إعلام، والأهم الإعلام فهم الصوت الأعلى للجماهير. ونفتح صفحة جديدة للكيان. هذا طبعا حساب رتويت الهلال. ماجد السنبل يقول: مجاراة الآخرين بالإساءة والترصد لأخبارهم هو من أسباب تراجع الإعلام الهلالي. لا تلتفتوا للمتربصين، اجعلوا أقلامكم فقط لخدمة الكيان. طبعا في كلام كثير هنا. بعض التغريدات يقول: ما زال للمجد بقية، وما زال للهلال عشاق، وما زال الهلال مرشح للألقاب، وما زال للهلال أعداء، وما زال لأنه الهلال. طبعا يا أخوان احنا حابين والله ناخذ بعض الاتصالات معكم. نقرأ كم تغريدة. طبعا احنا في برنامج مع الهلال حابين ان شاء الله ان نكون معاكم دائما وابدا، وحابين نرضي الجميع والله بالرد على الاتصالات والمشاركة. احنا نسجل الاتصالات الان ونتواصل معاكم باذن الله. طبعا معانا
أحد جماهير نادي الهلال. قاعد أجري اتصال عليه الآن. طبعا أنا أفتقد لرفيق دربي أخوي جلال الزهراني، الأستاذ جلال، وجالس في الكنترول لحالي. معي الآن الأخ زياد الحربي من المدينة. حياك الله أخوي زياد في برنامج مع الهلال. أعطينا مشاركتك في أقل من دقيقة ونصف، تفضل. الله يحييك حبيبي يا غالي. أنا بتكلم بس بعرف متى المدرب حق الهلال بيجي الجديد. هذا شيء واحد. والشيء الثاني بس أبغى يعني بفهم الهلال لين متى وصل لهذه الدرجة. يعني الهلال ما يتحسن، حتى اللعيبة قاموا يطيحوا مستواهم، حتى يعني الهجوم ما عندنا هجوم. سما رايس ما يلعب في الهجوم، كله متراجع ورا. ناصر شمران طايح مستواه، نيفيز طايح مستواه. يعني ماني شايف انا مستوى في الهلال مرة فيها طاح. طبعا أخوي زياد أنت عارف أن الدروب اللي مر فيه الهلال يعني هو له مسببات كثيرة. إن شاء الله الهلال سيتجاوز بالوقفة إن شاء الله، وبوقفة الجمهور وبوقفة الإعلام، وأهم شيء الجماهير، الوقفة والدعم للإدارة وللمدرب الجديد وللاعبين. اللاعبين هم العملة النادرة يعني، والهلاليين يملكون، والهلال يملك أفضل لاعبين أجانب أو محليين. هي وقفة يحتاجها لاعبي الهلال. أكيد صحيح كلامك، وإن شاء الله إحنا راح نوقف معه، وإن شاء الله المباراة اللي في جدة مع الهلال إن شاء الله إحنا واقفين معه وراح نشجع لآخر نفس. إحنا مع الهلال بالحلوة والمرة، بس ما نبغى نشوف الهلال بهذه الدرجة. الهلال مرة طايح، صار الحين يبكينا. أول كنا نفرح تنزل الدموع، الحين صرنا نبكي. ما بعد الدموع إلا فرح بإذن الله، ما بعد برد الشتاء إلا نسمات الربيع إن شاء الله. شكرا أخوي زياد الحربي، كنت معنا في برنامج مع الهلال. شكرا لكل من يشارك معنا. خلونا يا أخوان نطلع فاصل بسيط وراجعين لكم إن شاء الله. تواصلوا معنا، لا تروحون بعيد. سيكون معنا إن شاء الله الإعلامي القدير الأستاذ ناصر الجديعي. مستمعينا الكرام، يا هلا وسهلا فيكم مرة ثانية. معي الآن ونتشرف باستضافة الإعلامي القدير ناصر الجديع أبو بدر. حياك الله أبو بدر معنا في برنامج مع الهلال من منبر الهلال. يا هلا وسهلا فيك. حياك الله أبو مصعب، وأنا سعيد جدا بتواجدي في هذا البرنامج الفتي حقيقة، اللي نتمنى إن شاء الله أنه يكون أو يصب في مصلحة الهلال وينقل صوت جمهور الهلال والشارع الهلالي بإذن الله. وإن شاء الله أوفق معكم هذه الليلة بإذن الله، أني يعني أوفق بالإجابات اللي تكون في مصلحة الهلال وتلامس قلوب وعقول جميع الهلاليين. الله يسلمك أبو بدر. سبق وأن عملت في نادي الهلال، وتعرف كل صغيرة وكبيرة في نادي الهلال. عشت في كنف الهلال سنين في المركز الإعلامي. أبو بدر، إيش اللي قاعد يصير في الهلال بصراحة؟ يعني أنا يعني أزعم أنه كثير من جماهير الهلال تعرف كل صغيرة وكبيرة الهلال كتاب مفتوح أمام الجميع، يعني ما في أسرار. اللي قاعد يحدث الآن نتاج اللي تأخر وضع الأصبع على الجرح، تأخر العلاج. يعني لما أنت تستمر سنوات على مسكنات ولا تعالج الألم الحقيقي أو المرض الحقيقي، ولا تعالج الحالة المرضية اللي عندك علاج جذري،
ينهك الجسد، يبدأ ويصبح العلاج أصعب وفترته أطول. هذا اللي حدث فعلا الهلال من 4 سنوات تقريبا، حالته تزداد سوء، وكان يمكن تحقيقه لبطولة نفس قصير تمثل كأس ولي العهد في الموسمين اللي قبل الماضي واللي قبله، كانت يمكن سبب للأسف إنه يعني الهلاليين يصمتون أو يسكتون، يعني تقل مطالباتهم بتصحيح الوضع تصحيح جذري. فاللي حدث الآن إنه خلاص يعني ما عاد المسكنات تنفع، ولا عاد الجسد أصبح يشتكي يطلب العلاج الحقيقي. وأعتقد إنه إن شاء الله بإذن الله توقف جميع الهلاليين من أعضاء شرف وجماهير وكل محب وعاشق وغيور على الهلال بإذن الله من اليوم يبدأ العلاج الحقيقي، وتبدأ إن شاء الله مسيرة عودة الهلال عودة قوية بإذن الله، ولا أعتقد أنها ستطول إن شاء الله. طيب أبو بدر، صراحة وبدون مجاملة والله مو عشان أنت تتكلم معي الآن أو استضفتك في البرنامج، أنت من الأقلام الحرة. كنت تحذر منذ فترة طويلة، وكنت أتابع مقالاتك تحذر كثيرا مما يحدث هذه الأيام، وها هي حدثت. إيش سبب عدم سماع الإدارة وعدم سماع الهلاليين للأقلام الحرة مثلك أبو بدر وشرواك وشروى من يسمعنا؟ الله يسلمك. يعني أول شيء أعتز فيها، ولا أعتقد يعني أعتقد أنك أتتني يعني يمكن أكبر من حجمي. الآن كل اللي كنت يعني أفعله أني كنت أعكس يعني لسان حال المدرج الهلالي، يعني ما كنت يعني أفعل الكثير ولا يعني شيء، ولكن في المقابل كان للأسف إدارة الهلال عملت عن مساعد اللي حقيقة يعني أحبه واحترمه، ولكن للأسف إنه يعني كان أحاط نفسه بمجموعة من اللي كانوا يجملون له الصورة، لدرجة إنه أصبح لا يرى الصورة حقيقية كما يراها المشجع الهلالي اللي يتواجد في المدرج من ساعات مبكرة ويصدم كثيرا. يعني جعلوا الصورة أكبر من البرواز، يعني جملوا الصورة. هو يعني إدارة الهلال لم تشأ أن ترى الصورة الحقيقية. لو كانت ترى الصورة الحقيقية لفعلت الكثير مما لم تفعل، ولكانت يعني تراجعت عن فعل الكثير مما فعلت. يعني أعتقد أنه إدارة الهلال لو كانت ترى الصورة حقيقية كثير من القرارات لم تتخذ. صحيح. كثير من القرارات التي اتخذتها لم تكن لتتخذها، والعكس صحيح. يعني كان بس لو كانت استمعت لجمهور الهلال. جمهور الهلال موجود ومعروف، والصوت الهلالي النقي موجود ومعروف، تستطيع أن تصل إليه. إذا أردت أن تسمع خلاف ذلك ستسمع. إذا أردت أن تقنع نفسك أنه الانتقادات هي تصيد وهي حسابات تصفية حسابات ستتجاهلها وستسمع لمن تحب أن تسمعهم ممن هم محيطين حولك لما يجبهم الوضع يريدون أن يبقى الحال كما هو عليه. في النهاية اللي كنت أكتبه أنا ما كنت أكتب شيء جديد، وما كنت أكتب أفكار. يعني اللي كنت أكتبه حديث كل الهلاليين اللي هم حال الهلال، بعيدا عن أي مصالح، عن أي حسابات أخرى. يريدون فقط هلال قوي، الهلال اللي كان يسعدهم طيلة يعني عقدين أو 3 عقود أو بعضهم 5 عقود. احنا شفنا في المدرج لا زال بعض كبار السن اللي يرون حال الهلال الحال لا يسر. يمكن لم يحدث منذ سنوات طويلة أن أصبح الهلال بهذه الحالة. ومع ذلك أرجع وأقول يعني احنا ما نبغى نفتح كل الملفات السابقة والقديمة. احنا الآن يجب أن نفتح ملفات الجديدة، كيف يعود الهلال. هذا الملف الأهم. أنا أعتقد أنه ملف كيف يعود الهلال أهم بكثير من ملف ماذا حدث للهلال أو من فعل هذا بالهلال. ولذلك يجب كل الهلاليين الآن، كل عشاق الهلال من أعضاء شرف من جماهير كل محب وغير الهلال
أن يلتفوا الآن حول الهلال، أن يبحثوا عن أفضل وأسرع وأصح الطرق لإعادة الهلال. الهلال أرض خصبة للنجاح. من يروج أن الهلال سيغيب سنوات، أو أن الهلال سقط، أو أن الهلال انتهى زمن الهلال وأنه زمن فلان وعلان، يحلم. الهلال بإذن الله عثرته لن تطول، بإذن الله بإذن الله ثم بوقفة رجاله وعشاقه. الهلال أرض خصبة للنجاح، أرض خصبة للبطولات. مجرد ما تأتي إدارة قوية تصحح بعض الأخطاء اللي حدثت، ستجدون الهلال بأسرع مما يظن الكثير عاد إلى حجمه الطبيعي وإلى مكانته الطبيعية زعيما على القارة. طبعا أبو بدر، دائما تصف الإعلام المضاد بالإعلام الأغبر لأفعاله المشينة ضد الهلال. الأستاذ فهد الروقي كان في مداخلة قبلك ذكر أنه في حي المعذر في الرياض هناك أكثر من 2000 محرك أو معرف تدار من مكان واحد للهجوم على الهلال ولتضليل جماهير الهلال، تدار بأسماء هلالية وهي أسماء وهمية. رأيك بهذا الموضوع؟ طبعا من ناحية تأثر جمهور الهلال ببعض من يدعي الهلالية. والله مع احترامي لأبو عمر، يعني أنا سمعت مداخلته. أنا أعتقد 20,000 معرف وليس 2000 معرف، 20,000 معرف لا يمكن أن تسمع صوت قوي للهلال. أنت تتكلم عن جمهور الهلال، تتكلم عن ملايين، تتكلم عن نصف الشعب، تتكلم عن قوة جماهيرية ضخمة. لا يمكن 2000 معرف مهما بلغت قدرة من يدير هذه المعرفات. قد يقصد الرجل أبو بدر أنه هذا ما كشف، ما تم كشفه. أنا أعرف ماذا يقصد أبو عمر، أنه هناك منع. على فكرة هذه الظاهرة قديمة من أيام المنتديات. هناك ظاهرة المندسين واللي يحاولون أنهم يدسون السم في العسل أو يسكبون الزيت على النار. هذه معروفة، ولكن لا يمكن صوت الهلال الحقيقي يعرفه الجميع. صوت جمهور الهلال ورغبات جماهير الهلال واضحة. لا يمكن أن تقول أن من صنع هذا الصوت أو هذه الرغبات هم مندسون أو معرفات مجهولة. ممكن هذه موجودة، أنا ما أقول أنها موجودة، أقول ممكن أنها موجودة، ولكن لا يمكن تسمع صوت جمهور الهلال ورغباته معروفة للجميع. كل من أراد أن يعرف رأي جمهور الهلال، طبعا شوف لا يمكن الجمهور يتفق على رأي واحد، ولكن في آراء، بعض الآراء تكون معروفة. ويعني ما أبغى أقول كل جمهور الهلال، على الأقل أغلبية جماهير تتفق عليها. هذه الآراء معروفة، من أراد أن يعرفها ويعرف رغبات جمهور الهلال يعرفها. مثل في مثلا، خلي أعطيك مثال في قضية الكارثة اللي كان بيرتكبها ريجي أو إدارة الهلال بإبعاد كواك وإبقاء بنتلي. شاهدنا كيف كانت وقفة جمهور الهلال. هل يمكن أن تقول أنه مثلا 2000 ولا 20,000 معرف هي من صنعت هذا القرار؟ لا، هذا جمهور الهلال وكان رأيه معروف. صح، في هلاليين كانوا مع بقاء بنتلي، مع رحيل كواك، الآراء كثيرة تختلف، ولكن رأي الأغلبية، رأي الشريحة العظمى دائما معروف. من أراد أن يعرفه ويسمعه ويفكر فيه ويدرسه سيجده. مسألة أنه في معرفات قد تؤثر على تؤثر على جماهير الهلال. جماهير الهلال لم تستطع آلات إعلامية ضخمة أن توجهها، فمن بالك بمعرفات مجهولة. يعني تختلف جمهور الهلال أوعى وأذكى وأكثر ثقافة من أنه تحرك بضعة معرفات مجهولة. جمهور الهلال يعرف من أول تغريدة أن هذا المعرف يريد مصلحة الهلال أو أنه مندس. يعني جمهور الهلال ليس غرا حتى يقع ضحية لمثل هذه الآلات. نعم، إذا أنت تختلف معه في مسألة التأثير، ولكن تتفق أن هناك معرفات ومن يدعي الهلالية. أنا أقول المعرفات المجهولة أو المندسة اللي تدس السم في العسل تسكب الزيت على النار، هذه ظاهرة قديمة من أيام المنتديات، يعرفها كل من كتب في المنتديات وكل من، يعني ما هي ظاهرة جديدة، ولكنها عمرها ما صنعت صوت هلالي قوي أو أثرت على الصوت الهلالي، صوت الجمهور الهلالي. الله يعطيك العافية أبو بدر، شرفتنا بمشاركتك معنا في برنامج مع الهلال. أزف الوقت وشكرا لك. شكرا لك أبو بدر. حياك في سؤال، لكن أنا سعيد بهذا التواجد، وإن شاء الله أتمنى أعيد لو تسمح لي. خليني أسألك أبو بدر، خليني أسألك أنا السؤال في نفسي طبعا.
رعونة بعض لاعبي الهلال الحل فيها، هل هو فراغ إداري كان وضعف في السيطرة على اللاعبين؟ رعونة بعض لاعبي الهلال، يعني أنا أقول إنه قد المرحلة خلاص المسألة. إذا أنت تقصد الرعونة التهديفية يعني في التسجيل. نعم الرعونة والضحك بالهزيمة. صدقني أبو مصعب، هذه تدريبات، يعني لا نقص على اللاعب الهلال، هذه تدريبات يعني. انت يعني حتى يعني يجب ان يكون حتى ضمن التكتيك من اللاعب اللي المفروض انه يكون اكثر وصول للمرمى. يعني اما تجي تحط لي تكتيك انه مع احترامي وتقديري مثلا الزوري يصل للمرمى اكثر من ناصر الشمراني، المفروض الهدف الاول انه مثلا اللاعب الهديف اللي قادر على التسجيل هو اللي يتواجد اكثر امام المرمى. اما يعني في النهايه انا لا استطيع لهم لاعب مثلا مدافع ومن ثم لاعب وسط على تضييع الفرص. في النهايه تدريبات وراجع للتكتيك، وايضا احيانا يكون في ضغط نفسي، يعني التجهيز النفسي له علاقه. شوف العام الماضي، انا ما ابغى ادخل مقارنات، ولكن الموسم الماضي شفنا كيف الهلال يعني سجل اهداف بطريقه من كرات ثابته حتى من كرات ركنيه. شوف مباراه الهلال والاهلي على نهائي كاس الهلال، يعني في كوره تعكس حال لاعبي الهلال، يعني باصات تمريرات الى يكادوا يصلون خط المرمى المعيوف، وهم ما في احد يبغى يخلص يسجل في الباب. فيها هي نوعا ما تدريبات، نوعا ما حاله نفسيه، عدم تجهيز نفسي. لكن في النهايه ترى الهلال يملك ادوات. اتكلم عن لاعبين محليين وحتى اجانب، اذا ما اعيد تاهيلهم وتجهيزهم نفسيا باذن الله قادرين على ان يعودون سريعا. وبالمناسبه بما انه حتى الان لم يعلن اسم المدرب البديل، اتمنى انه اذا كان سيتم التوقيع مع مدرب بعقد طويل، تكلم عن 2 أو 2.5 انه يعني يتم اختياره بعنايه. نعم. اذا كانوا بيستعجلون اتمنى انه يتم التوقيع مع مدرب الى نهايه الموسم يكون سبق له العمل في الدوري السعودي، قريب حديث عهد في الدوري السعودي من الجو الكره الخليجيه. نعم. يكون يمسك المهمه الى نهايه الموسم، وخلال هذه الفتره مثل ما حدث عام 2009 لما تم اختيار جيريت قبيل نهايه الموسم والتجهيز مبكر للموسم المقبل. اتمنى اذا كانوا يعني يتم التوقيع مع مدرب يمسك الهلال الفتره الجايه، يعني يمشي نهايه الموسم على خير، يكون مدرب جيد وعمل في المنطقه، وخلال هذه الفتره يتم البحث عن مدرب كفء توقيع معه مبكر الموسم المقبل، من خلال يعني اعضاء الشرف اللي سيتسلمون المهمه الفتره المقبله، مهمه صناعه القرار الهلالي. اتمنى عدم الاستعجال والتوقيع مع الهلال يعني تاثر كثيرا ماليا من كثره الشروط الجزائيه الضخمه اللي يدفعها فيها المدربين، وقع معهم على عجل. تكلم عن كومباريه اخذ له تقريبا 7-8 مليون، رجي اليوم 10 مليون. هذه مبالغ ضخمه تهدم الهلال ماليا وتؤثر عليه فنيا ايضا. مثل هذه التوقيع اتكلم اقول رجاء يا صناع القرار في نادي الهلال، اذا كان اتمنى عدم التوقيع مع مدرب على عجل. اذا كان تبغون توقعون اليومين هذه مع مدرب، يكون مدرب يمسك الفريق في يعني مهمة مؤقتة إلى نهاية الموسم، مدرب سبق له أو حديث عهد بالكرة السعودية، يعني درب خلال السنوات الأخيرة، عارف الكرة السعودية والكرة الخليجية. وخلال هذه الفترة يتم التوقيع أو البحث عن مدرب كفء يمسك الهلال من بداية الفترة الصيفية، فترة الأعداد، يعد للموسم الجاي. وبإذن الله إن شاء الله أتمنى أن يعود الهلال سريعا لأحبائه إن شاء الله. يا رب. شكرا لك أبو بدر، كنت معنا عبر برنامج مع الهلال من منبر الهلال، شرفتنا. حياك الله مصعب، وشكرا لكم وسعيد باستضافتكم. أنا عفوا، شكرا لك. مع السلامة. مستمعينا الكرام، سمعنا آراء خبراء إعلاميين من أقوى الإعلاميين الهلاليين في الساحة حاليا، ولا يهون الباقين. نطلع فاصل وراجعين لكم إن شاء الله.
مستمعين الكرام، رجعنا وياكم. طبعا خلونا نرجع للاتصالات. معنا عبر الهاتف. عرف بنفسك. من معي؟ من؟ اخوي عبد العزيز، صوتك مش واضح معي. طيب لحظة بس، الآن واضح؟ اي واضح صوتك. حياك الله. عرف بنفسك. عبد العزيز الغامدي من جدة. عبد العزيز الغامدي من جدة. تفضل اخوي عبد العزيز، حياك الله في برنامج مع الهلال. طبعا الله يحفظك يا اخوي فايز. طيب يا شيخنا، والله ما يحصل في نادي الهلال الان الشيء اللي نشوفه. نعم. يعني نادي الهلال اللي ما تخيلنا في يوم من الايام اننا نشوف نادي الهلال يمر بمرحلة سيئة جدا جدا مثل المرحلة اللي تحصل فيه الان. نعم. انسحاب رئيس او عفوا استقالة رئيس في منتصف الموسم في وقت جدا جدا غير مناسب من وجهة نظر الشخصية طبعا. استقالة في وقت غير مناسب. معلش اتمنى تتقبل الكلمة هذه، بس انسحاب اعضاء شرف بشكل فجائي. يعني فين وقفة رجال الهلال اللي احنا اعتدنا عليها؟ نعم. فين رجالات الهلال اللي احنا اعتدنا ان نشوفهم مع النادي في الضراء قبل السراء؟ فين؟ احنا للاسف صرنا نشوف ناس يعني امانة نشوفهم اوقات ما يوصل النادي النهائيات نشوف اعضاء شرف، نشوفنا. انا ما ابغى اظلم احد، في اعضاء شرف يحضروا، في اعضاء شرف بيوقفوا مع النادي، لكن للاسف انه بعض اعضاء الشرف صرنا نشوفهم وقت ما يطلع الشو يدوروا على الشو. لا يا ناس، احنا ما نبغى شو، ما نبغاكم تطلعوا قدام الكاميرا، خلوكم لا تبانوا. تبغى تبان قدام الاعلام؟ احنا ما نحتاجك كرجل. رجال نادي الهلال المعروفين يقفون مع النادي في الضراء قبل السراء. النادي الان يمر بمرحلة صعبة. نعم. مرحلة صعبة في تاريخ نادي الهلال. من يوم ما عرفت نادي الهلال في حياتي كلها ما سبق شفت نادي الهلال يمر بمرحلة سيئة بهذا السوء. انسحاب رئيس نادي، استقالة اعضاء او عفوا استقالة رئيس نادي واستقالة اعضاء شرف النادي بشكل مفاجئ. فين رجالات الهلال يا ناس؟ نعم. احنا كجمهور احنا نحترق انفسنا لما نشوف هذا الشيء. نعم. احنا يا ناس بنحرق داخلنا، حسوا فينا. ترى والله حرام اللي يحصل في نادي الهلال. الله يعطيك العافية أخوي عبد العزيز. نترك الفرصة للمشاركين آخرين معنا. معنا عبر الهاتف. شكرا لك أخوي عبد العزيز. معنا عبر الهاتف الآن الأخ عبد الكريم الشمري. حياك الله أخوي عبد الكريم. الله يحييك أخوي وحد مسي عليك. وصراحة يا غالي أنا صراحة عجبني كلام أبو عمر أبو بدر، صراحة ما قصروا كفو. طبعا هو أقول لك ما حصل على الهلال هو فيروس دخل البيت الهلالي. نعم. وسيتم علاجه مطلوب الجمهور الهلالي. نعم. هذا في حال تم تكاتف جمهور الهلال جميعا. نعم. طبعا أنا أقول أنا عبد الحليم شاي من الرياض، بس إنه صراحة زعلان جدا جدا من الجمهور الهلالي بخصوص إنه استقالة عبد الحليم سعد. نعم. طبعا هو مو ضد عبد الحليم سعد. أيوه. مو بذنبه يا جمهور الهلال، هذا ذنب المدرب بعد ما استقال اللي هو سامي صابر. نعم. انتشرت فيروس. نعم. بعد كذا جاء مدرب رجي دمر اللي هو الهلال. نعم. بسبب تغييراته، تشكيلاته الخطأ، التغييرات، كل شيء دمر اللي هو رجي. أنا نبغى يا جمهور الهلال نبغى سامي الجابر يرجع للهلال. نعم. نبغى سامي الجابر، هو كان مدير الكرة خلاص نبغاه، هو اللي يمسك اللعيبة، هو اللي يدربهم، هو اللي دائما يتابع معهم أول بأول. الحين اللي يتابع مع اللعيبة صحيح. أنا تدمر نفسيا. طلعوا من بطولة مهمة الحين نحققها. نعم. وأنا أقول لك الهلال يمرض ولكن لا يموت. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. شكرا لك مشاركتك معنا في برنامج مع الهلال. ناخذ اتصال الله آخر. يعافيك. فرصة للمشاركين الآخرين. حياك الله أخوي. حياك. الله يحييك. حياك الله أخوي. من معي؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. معك المرموق طال عمرك. الله يحييك أخوي. من فين؟ من الدمام. من الدمام. الله يحييك. هلا بأهل الشرقية. تفضل. الله يهديك ويسلمك يا ابو العمر والسلامة اخوي فايز. احنا في
انا طبعا كنت متعمق كثير في مع المنبر، واشكر ابو سعد اللي علمني صراحه على هذا البرنامج. الله يعطيك العافيه. حبيت اني اكون اكثر دقه في هذا الموضوع، خاصه ان الموضوع صار ما شاء الله ابو عمر والاستاذ ناصر صراحه ما خلوا شيء لا تكلموا عنه، لكن انا لما ادخل التويتر كل صباح واتكلم يعني وابحث واشوف الحوار مع الهلال، ابحث فقط في الهلال. نعم. اشوف تغريدات كثيره جدا يندى لها الجبين، كثيرين هلاليين من يتجرد من الهلال، وكثيرين من يتناوحون ويتباكون على سامي وعلى الهلال سامي. ابدا لم ارى الا قله من يبحثون عن مصلحه الهلال في المستقبل. الشاهد الكبير يا اخوي فايز ان العالم صارت الحين بس تهذري بالكلام، صارت ترمي بالكلام، صارت تمصدر، صارت تعلن اشياء كلها اكاذيب. يتكلمون عن اختراق المريخ للهلال، يتكلمون عن اشياء جانبيه ثانويه، يعني صراحه بالعكس صارت الحين لما تتحاور مع شخص عن موضوع الهلال صار الحين في تحدي، لا انا الصح معليش انت لا تخليني، لا تغلطني وانت ما تفهم، وانت صار الموضوع كله اني انا بكون الصح وانت الغلط. هذا الشيء اللي قاعد اشوفه في تويتر. نعم. فاقول لك جمهور تويتر الهلالي معروف انه طاغي، جمهور الهلال في تويتر طاغي بشكل كبير، ولكن لما تشوف العالم كلها كذا متشتته مثل ما قال الاستاذ ابو عمر، قلوبهم شتى بعد ما كانوا على قلب واحد. نعم. هنا صراحه انا اناشد جميع الاعلاميين ومن يملكون النصيب الكبير من المتابعين وعلى اللاعبين الهلاليين طارق ياسر القحطاني والكابتن سامي اذا كان من باب العشق الكيان الهلالي ان يقفوا الان. انتم يا جمهور الهلال من اقلتم الاداره، وانتم من اقلتوا وبعثتوا اللاعب بنتلي، وانتم ايضا ابعدتوا الكثير وعملتوا الكثير من القرارات بصوتكم. الحين انتم لازم تتكفلون بالموضوع ان انتم الحين الهلال اصبح وحيدا برئاسه كما هو معروف الان ان برئاسه الاستاذ محمد الحمداني. اتمنى من الجماهير كلها الا تقف بعد سقوط الهلال، وانا لا اسمي سقوط حقيقه انما هي كبوه، ولكن كبوه كبرت بصدر الجماهير وغضب الجماهير، صارت كبيره ومشكله كبيره جدا. اتمنى من الجماهير ولا اطيل واتيح الفرصه لغيري، اتمنى من الجماهير في كل مكان ان يساند الهلال. انتم اعضاء الشرف، انتم الرئيس، انتم كل الكيان بكبره. واشكرك اخوي فايز على اتاحه الفرصه. شكرا لك، كلامك جميل وشكرا لك اخوي. عرفني بنفسك مره ثانيه معليش. اخوك المرموق. حياك الله اخوي المرموق. كلام مرموق ورأي مخالف لبعض الآراء، ولكن كلنا نتفق على الهلال ان شاء الله. شكرا لك. طيب مستمعينا الكرام، احنا سمعنا بعض المداخلات، سمعنا بعض الآراء. تداخل الآراء او اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، ولكن كلنا نجتمع على الهلال وكلنا نجتمع على الكيان. فاصل وراجعين لكم ان شاء الله.
مستمعينا الكرام، رجعنا لكم مع برنامج مع الهلال من منبر الهلال. طبعا معي صديقي أخونا المحلل الفني للبرنامج والمحلل الفني لمنبر الهلال الأستاذ جلال الزهراني. حياك الله أستاذ جلال معنا عبر البرنامج. لعلك سمعت الحلقة وسمعت المداخلات، سمعت الآراء، رأيت الأحداث الجارية في هذا اليومين. طبعا أنا عاتبك أنك تركتني اليوم ما طلعت معي في البرنامج قبل كل شيء. أول شيء يسعد مساك يا فايز، أنا أعتذر لك وأعتذر المستمعين جميعا. طبعا حال الهلال لا يسر لا قريب ولا قريب برضو. اليوم صراحة يعني زي ما هو متوقع، ما راح نقول لك فاجأنا. مجموعة استقالات لأعضاء مجلس الإدارة. صحيح. الهلال في مرحلة انتقالية تحصل لأغلب فرق العالم. يعني هذا الشيء يعني هو من المفترض أنه يكون نهاية موسم. لكن طالما أن الإدارة قررت أنها الآن تتخذ هذا القرار فكثر خيرها ونشكرهم على كل شيء. يعني قدموا 7 سنين فيها الصواب وفيها الخطأ. طبعا المطلوب من كل رجالات الهلال، يعني هذه المداخلة اللي أنا كنت بتداخل فيها، إنه رجالات الهلال الآن يكونوا يد واحدة، يكونوا في يعني يعرفوا إنه الهلال الآن في أمس الحاجة لهم جميعا. إن شاء الله يعني زي ما سمعنا من سمو الأمير خالد بن طلال إنه غدا إن شاء الله يتضح كل شيء بإذن الله. يعني المرحلة القادمة إن شاء الله يعني ما راح نحط كل حملنا على الفريق. أنا برضو كتبت تغريدة اليوم إنه أمامنا هدفين مهمة الآن. الدوري تقريبا 90% اختار، ولي العهد راحت، الآسيوية وراحت. طبعا بالنسبة لنا مركز ثاني كأنه مركز أخير. صحيح. فإن شاء الله قدامنا كأس الملك للأبطال، إن شاء الله نسعى للحصول عليه يا رب. قدامنا الآسيوية إن شاء الله نوصل للدور الثاني. طبعا من هالمنبر أنا أتمنى من لاعبي الهلال إنهم يعني لا يستثنون نفسهم من هذه الاستقالات، من إقالة مدرب، لأنه هم أيضا يتحملوا جزء كبير من التكسير اللي حاصل. لاعبي الهلال في مرحلة من المراحل هلا التركيز في المستطيل الأخضر. طبعا خلاص يا لاعبي الهلال، أنتم الآن سندنا يعني. كل من كنا نقول عنهم انهم هم مخطئين او مقصرين الان هم بعيدين. انتم وجه الهلال الحقيقي الان. فاتمنى من لاعبين الهلال، اتمنى من الجهاز الفني القادم باذن الله اليومين يعني ادارتنا استاذ محمد الحميداني، اعضاء الشرف يخلصوا لنا موضوع المدرب. في حال وجد مدرب ممتاز باعداد نفسي ممتاز بالفريق اللي نحن شايفينه اللي محتاج صفحة جديدة يفتح بها الموسم إن شاء الله. إن شاء الله نقدر ننافس بقية الموسم بإذن الله تعالى. ما لي إلا الدعاء لمن ذهب إن الله يوفقه ويسر له أمره. اللهم آمين. وما لي الدعاء للفريق إن الفريق بإذن الله في كل الأحوال الهلال ما راح يكون أسوأ من الفترة اللي راحت. يعني إلى مباراة العروبة الأخيرة يعني الهلال وصل لأدنى درجاته. ما أتوقع إن شاء الله المرحلة الجاية حتكون أسوأ، إن شاء الله تكون أفضل يا رب. وإن شاء الله هالصيف تعلن بداية هلال جديد زي الهلال اللي بدأ من بعد سمو الأمير عبد الله بن مساعد ما ترك الرئاسة. حققنا معه دوري كأس العهد. السنين اللي بعدها كان الهلال مرصع بالذهب، وسيعود إن شاء الله مرصع بالذهب يا رب. ما أنسى إني أشكرك حلقة يعني صراحة ما شاء الله تبارك الله. ما أقدر أقول إلا إنك كفيت وقتك كالعادة يا فايز ما شاء الله. حلقة وحيد الله المستعان. الله يعطيك العافية. شكرا لك أخوي. الله يعافيك يا حبيبي. مشاركتك وإن شاء الله وتحياتي للمستمعين. قريب في حلقة قادمة بإذن الله. الحلقة القادمة نبدأها بكلمة مبروك يا رب. شكرا يا رب إن شاء الله. شكرا يا رب. مع السلامة. يلا حياك الله. مستمعينا الكرام، سمعنا مداخلات ضيوفنا، سمعنا مداخلات المشاركين من جمهور الهلال الحبيب والأمة الهلالية. والله العظيم الجوال ما سكت، وإلى الآن الاتصالات تترى وراء بعضها. طبعا الوقت أزف وانتهى أصلا، لكن عشان ناخذ مشاركاتكم معنا، عشان برضو قرأنا بعض التغريدات، نعتذر عن اللي ما قدرنا نتواصل معهم، ما قدرنا نرد على اتصالاتهم.
خلاصة القول، خلونا مع الهلال قلبا وقالبا يا هلاليين. خلاصة القول، لننبذ كل الخلافات وراء ظهورنا. خلونا نفتح صفحة جديدة وندمح الزلات ونقفز من فوق الزلات إن شاء الله، نقفز للأمام. الهلال مع احترامي للفرق الأخرى ليس كالفرق الأخرى. الهلال صدقوني سيعود بإذن الله بتضافر الجهود وتكاتف الجميع، جمهور، إعلام، إدارة، لاعبين، جهاز طبي، جهاز فني، كل من يحب هذا الأزرق ومن يعمل تحت هذا الكيان، كلنا يدا بيد إن شاء الله. يا هلاليين لموا الصف واحذروا ممن يريد شق الصف. شكرا لكم، استمتعت باستماعكم ومشاركاتكم. لنا لقاء إن شاء الله قريب مع الهلال دائما وأبدا إن شاء الله. ألقاكم ونحن وإياكم والهلال في أفضل حال. كنت أنا محدثكم فايز الغامدي، شكرا لكم، تتمسون على خير، سلام عليكم.